السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشياء تجذب الثعابين إلى منزلك. أشياء وأسباب كتيرة ممكن مكونيش واخدة بالك منها. تعالي بقى يا حلوة وأنا أقولك إيه هي الأسباب اللي ممكن تجذب الثعابين إلى منزلك وإنتي مكونيش واخدة بالك منها خالص. أول حاجة الحشرات بكل أنواعها تعتبر من الأشياء المكروهة بالنسبة لجميع الأشخاص كبيرا وصغيرا، لهذا تحرص دوما ربة المنزل على التخلص من كل أنواع الحشرات التي تظهر في المنزل، ولكن قد تتفاجأ بدون أي مقدمات بوجود ثعابين في المنزل، وهي من أخطر أنواع الزواحف. وجودها يثير الخوف والفزع في نفوس الموجودين، وتبحث ربة المنزل عن الأسباب وراء ذلك، فكيف للثعبان أن يتواجد بهذه السهولة في البيت؟ والحقيقة أن هناك مجموعة من الأسباب تؤدي لجذب الثعابين إلى منزلك، سوف نتحدث عنها، تابعوني للآخر. وقبل ما أقول لكم على الأسباب، لو أنتي مش مشتركة في القناة فضلا منك وليس أمرا اضغطي لايك واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. الأشياء التي تجذب الثعابين إلى منزلك، أول سبب أساسي في وجود الثعابين هو غرفة الكراكيب أو مكان بكراكيب، وليكن مثلا خزانة السرير أو منطقة أسفل الحوض أو المنور. لذلك يجب أن نتخلص من أي أشياء لا نستخدمها بدلا من ركنها في تلك الأماكن، ما يجعلها تحوي الثعابين. نيجي للسبب الثاني لوجود الثعابين في المنزل، ألا وهي الفئران. فكما تعرفون أن الفئران هي وجبة الثعبان المفضلة، فبالتالي وجود فأر في المنزل يسمح بوجود الثعبان، لهذا يجب التخلص منهم في الحال. والسبب الثالث يكمن في أكوام أوراق الأشجار والتي تكون في العادة حول منزلك أو حتى في حديقة منزلك، من الوارد جدا أن يختبئ فيها الثعابين، لذلك يجب التخلص منها كلما تم رؤيتها. والسبب الرابع والأخير، إذا كان هناك شقوق وفجوات في الجدران وحول الأبواب والشبابيك، فيمكن أن يؤدي ذلك إلى تسلل الثعابين إلى بيتك بكل سهولة. لهذا يجب ترميم تلك الفتحات بسرعة قبل فوات الأوان. ويبقى كده خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة. لو الفيديو عجبكم فضلا وليس أمرا اضغطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. مع ألف سلامة يا أحلى مشاهدين وأجمل متابعين. باي باي.